السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. النهاردة هنعمل مع بعض الزبادي بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا لسحور رمضان. الزبادي اللي أنا عاملاه ده عاملاه بلبن بقري مش لبن جاموسي، وزي ما انتم شايفين معايا كده ناجح جدا ومتماسك جدا وكريمي جدا، وكان طعمه بجد حلو حلو حلو، وهيطلع معاكي لذيذ وموفر. عايزه اقول لكم ان انا الكميه دي عاملاها بنص كيلو لبن بس بقري. هيطلع معاكي حلو جدا وهيوفر عليكي، وهتبقى حاجه مضمونه وعاملاها في البيت. وهنعمله ازاي ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو بتاعنا. دي كوبايه لبن، دي كوبايه زبادي انا كنت عاملاه، بس الكوبايه دي انا كنت عاملاها من لبن جاموسي مش من لبن بقري. وده نص كيلو من اللبن البقري. آه هنجيب اللبن بتاعنا ونفضيه في الحلة ونرفعه مع بعض على النار لغاية ما يغلي. أول ما يغلي معانا ههدي عليه النار واسيبه لمدة 3 دقايق بس، مش اكتر من كده. يعني اتأكد ان هو انا ههدي عليه النار عشان خاطر ما يفرش معايا، عشان اتأكد ان هو غلي كويس بس مش اكتر. يعني انا مش عايزاه يبخر ميته ولا الكلام ده خالص، لا انا عايزاه يغلي معايا كويس بس. بدأ يعمل فوم معايا كده وهدي عليه بقى واسيبه يغلي براحته، يعني هما دقيقتين او 3 بالكتير. بعد كده بقى بعد ما برد انا عايزاه لبن دافي، انا عايزاه لبن دافي مش عايزاه يكون ساخن. يعني انا هسيبه لغاية ما يهدى، لا يكون بارد ولا يكون ساخن. يعني تحطي صبعك فيه كده وتلاقي نفسك ان انتي قادرة تستحملي درجة الحرارة بتاعة اللبن. هو عامل معايا وش كده، عامل معايا قشطة على الوش. انا هبدأ اشيل القشطة دي. انتي لو حابة تسيبيها تسيبيها، بس انا حبيت ان انا اشيلها. وعايزة اقول لكم برضو ان هو عامل وش برضو، وش قشطة برضو فوق الزبادي. انا كوباية الزبادي دي مش هاخدها كلها، انا هاخد منها معلقة بس، معلقة كبيرة على النص كيلو. عايزة اقول لكم ان النص كيلو اللبن البقري ده ب6 جنيه ونص، عمل لي يعني 5 كوبايات من اللبن. بص انا بتأكد ان اللبن درجة حرارته مظبوطة. يعني احط صبعي كده فيه والاقي نفسي ان انا قادرة استحمل درجة الحرارة. يعني تعدي من 1 كده ل10 تلاقي نفسك قادرة تستحمل درجة الحرارة. معلقة الزبادي دي هحط عليها معلقتين من اللبن واضربهم كويس جدا جدا لعند ما يدوبوا تماما. انا مش عايزة اي تكتلات في اللبن بتاعي. وبعد كده ابدأ انزل بيهم على اللبن واضربهم بالمضرب زي ما احنا شايفين مع بعض كده كويس جدا. بعد ما اضربه كويس جدا زي ما احنا شايفين مع بعض كده، هبدأ احطه في حاجة تانية. دورق كده ليه بوز عشان خاطر اقدر ان انا اصبه منه في الكوبايات. دول 5 كوبايات. الكوبايات دي دي كوبايات اللي هي كوبايات شاي، اللي هي الخمسينة، اللي هي اقل من المجات واقل من كوبايات الشاي بتاعتنا العادية دي، واكبر من كوبايات القهوة. بس هي في كل الاحوال هي غالبا يعني قد علبة الزبادي مرتين. ده نص كيلو لبن بقري ب6 جنيه ونص. شوفوا ما شاء الله عامل لنا كمية عاملة ازاي. وعايزة اقول لكم ان هو كان طعمه حلو جدا جدا جدا، احلى من بتاع بره. وفاض معايا شوية لبن تاني اهم. انا اعتبرت ان الشوية اللي فاضوا بعد ال5 كوبايات في الاخر دول، اعتبرت ان دول هم دول معلقة الزبادي اللي انا حطيتهم. هحطهم في كوباية كبيرة شوية عن التانيين، هيطلعوا تقريبا حوالي نص كوباية. دول هخليهم برضو ابقى اعمل بيهم خميرة الزبادي اللي بعدها برضو. هحطهم بقى، هحط عليهم ميه سخنه مش ميه مغليه. انا مش عايزه الميه تكون بتغلي، لان لو الميه بتغلي معاكي اللبن هيفصل منك ويبوظ. ميه سخنه زي ما احنا شايفين كده الدخانه طالعه منها، بس في نفس الوقت مش ميه بتغلي، مش ميه سخنه قوي قوي يعني، ولا ميه فتره بارده. لا انا عايزاها ميه سخنه تكون درجة حرارتها فوق أعلى من الفترة. زي ما احنا شايفين مطلعة دخانة، وعندنا فرن شغال لمدة 5 دقايق، وبعد كده نطفيه وندخل فيه الزبادي بتاعنا بعد 8 ساعات. يعني أنا عايزة أقول لكم إن أنا كنت عاملاه قبل المغرب كده تقريبا بنص ساعة، وقرآن المغرب شغال على السحور. كان متماسك زي ما انتوا شايفين كده، لا كان دخل تلاجة ولا أي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده كان متماسك جدا.
دول الست كوبايات. انا قلت الكوبايه السته دي نص كوبايه، دول اعتبرهم اللي هي ايه، معلقه الزبادي اللي انا حطيتها. فنص كيلو لبن كده اعمل لنا كام كوبايه؟ اعمل لنا 5 كوبايات. يعني كوبايه واقفه على كام؟ يعني من نص كيلو ب6 جنيه ونص، عمل لنا 5 كوبايات. يبقى شوفوا انتوا بقى احسبوها، شوفوا الكوبايه واقفه على كام. يعني تقريبا حوالي جنيه وربع للكوبايه الواحده، اللي هي اكبر من علبه الزبادي اللي بره. انت اول مره بس انت هتشتري علبه زبادي، تعملي بيها الوصفه، وبعد كده مش هتشتري، هتاخدي من الزبادي اللي انت عاملاها وتعملي بيها الخميره، مش هتشتري تاني. بس علبه الزبادي اللي انت هتشتريها اختاري نوعيه كويسه، عشان هي اللي هتديك الطعم وهتديك التست. لان انا اول مره عملت فيها جبت زبادي دانون فادتني نفس الطعم، ولو جبتي زبادي بلدي برضه هتديكي نفس طعم الزبادي البلدي. ولو عجبتكم وصفة الزبادي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا. رمضان كريم، كل سنة وانتم